Mesdames, Messieurs, nous continuons notre conférence de presse, et d'ailleurs la dernière conférence de presse de ce match opposant le Maroc à l'équipe du Mali, avec le sélectionneur du Maroc, Chita Cheiba. Mes félicitations pour cette belle victoire. Alors, quel enseignement tirer de ce match que vous venez de remporter face au Mali? Les enseignements sont clairs et nets que plus tu avances dans la compétition, plus c'est compliqué. Les équipes du dernier quart sont des équipes d'un autre calibre, d'une autre dimension. Il fallait sortir notre tripes sur le terrain pour mériter cette place en finale. Et ça a été dur, mais les petits se sont battus comme des grands. Et je ne peux qu'être fier d'eux. Et je pense que le pays entier est fier d'eux. C'est coach, à présent à vous pour les questions. Oui, devant. مساء الخير كوتش، مبروك عليكم تأهل للدور النهائي المستحق. محمد محسن قناة شروق نيوز. شاهدنا في هذه المقابلة كالعادة الفريق المغربي عرف كيف يستثمر في اللقاء، يعني دافع بطريقة جيدة، استثمر في تضييع الفرص وعدم التركيز والفعالية للمنتخب المالي يعني في منطقة العمليات، وسيرتم المقابلة حتى وصلت إلى ضربة الترجيح. يعني كذلك الفريق المغربي ضيع بعض الفرص، يعني وصلتم إلى مبتغاكم. أظن الآن بدأ التفكير في المقابلة النهائية، وشكرا. بالفعل المباراة كانت صعبة جدا، كان لازم علينا نلقاو الطريقة المناسبة لمجاراة المنتخب المالي اللي هو إمكانيات كبيرة، إمكانيات عالمية على مستوى هذه الفئة ديال تحت 17 سنة. وكان خصنا نلقاو لي غوسورس، يعني الموارد، وخصوصا الطريقة والصبر على التنظيم، لأنه هو كان الحل الوحيد عندنا أمام فريق اللي هو قوي بنيويا وأيضا مهاريا. الحمد لله عندنا الوليدات في هذا السن الصغير جدا أبداو على نضج كبير، يعني صراحة يعني قليل فاش تشوفوا في هذه الفئة السنية، وهذا مكسب كبير لأنهم ربما فيزيولوجيا أو مورفولوجيا غادي ياخذوا شوية في السنوات القادمة، ياخذوا على مستوى البنيات، على مستوى العضلي خصوصا، ولكن هذا المكسب كبير على المستوى التكتيكي هو شيء اللي غيواكبهم، ربما غيرافقهم في المسيرة ديالهم إن شاء الله. Oui, merci. السلام عليكم كوتش، مبروك عليكم التأهل إلى النهائي. كوتش، تحملتم عبء المباراة طيلة 90 دقيقة، لكن في الحصة التدريبية الأخيرة التي سبقت المباراة شفنا باللي ركزت كثير على ضربات الترجيح. هل كنت تعلم أن المباراة خاصة طريقة لعب المنتخب المغربي أنه تكتل إلى الوراء، هل كنت تقود إن صح التعبير المنتخب المالي إلى الأول الوقت الإضافي، خاصة وأنه شفنا باللي تشكيلة المنتخب المغربي كانت تحاول أنها تعمل كثير من الهجمات المرتدة؟ هو ضربات الجزاء هي جزء من السيناريوهات المتاحة في مباراة اليوم، يعني كاينة فرضية ديال ضربات الجزاء، لذلك حنا كجهاز فني مطالبين أننا ما نخليو حتى شي حاجة للحظ، مطالبين أننا نحضروا كل الجوانب ديال المباراة بما فيها 90 دقيقة وضربات الجزاء، وعطيناها الأهمية ديالها خلال الحصص التدريبية سواء قبل مباراة الربع أو بعد مباراة الربع، لأنه ما تعرفش في كرة القدم شنو غيوقع. لذلك يعني أنه ظن أنه سيكون التحضير بشكل جيد، خصوصا من الناحية الذهنية. اللاعبين يعني مشاو بالمباراة المكان اللي تيناسبنا صراحة في ظل السيناريو، في ظل القوة ديال المنتخب المالي، والحمد لله أننا توفقنا في هذا الشيء. Merci. Devant, Shetif, just one question, please, not three questions in one. He's a good boy. Okay. Well, I was only going to ask one, you didn't need to say. My one question is... One big question. My one question is, were you at least a little bit concerned when you had gone 2 penalties down to Mali, and how did you lift them from it? I think we أظن أنه بعد الوصول ضربات الجزاء يعني الهاجس ديالنا كان هو
ازاله التوتر من اللاعبين وازاله الضغوطات عليهم. لذلك يعني حاولنا بقدر الامكان ان نختاروا الكلمات المناسبه لهذه الفئه السنيه في هذا العمر، انه يمشوا لضربات الجزاء يعني ليبيري، يعني متحررين من كل الضغوطات، ويقوموا يعني بلو جيست تكنيك اللي المناسب في التوقيت المناسب. الحمد لله ان الحارس ديالنا ايضا ساعدنا، وتنظن انه هو انتصار ديال مجموعه ديال المقاتلين رغم صغر السن ديالهم، وان القتاليه اللي ابانوا عليها ربما تجازت في نهايه الامر في حصه ديال ضربات الجزاء. Prenons maintenant la dernière question. Je vois deux mains se lever. On vous donne d'abord à vous. On va faire une prolongation avec lui. السلام عليكم، مساء الخير. كوتش مبروك عليكم التأهل. كوتش واجهتم يعني منتخب قوي من الناحية الهجومية، الدفاع تاعكم كان متكتل في الوراء، يعني ربما أرهق اللاعبين كثيرا يعني. وفي المقابلة النهائية ستواجهون فريقا منتخبا يعني قويا هجوميا، كيف ترون هذه المباراة النهائية؟ باش تتجاوز يعني منتخب كمنتخب مالي ما يمكنش تعمل حسابات، فلازم تخلي كل شيء على أرضية الملعب، وكان هو السبيل الوحيد، لأنه ما يمكن لناش نفكروا في المباراة النهائية وحنا ما تعديناش مباراة نصف النهائي. أكيد أنه المباراة كانت مجهدة للطرفين، لأنه شاهدنا أن المنتخب المالي أيضا في ثلث الساعة الأخيرة أيضا ما بقاش بديك القوة ديال الساعة و10 دقائق الأولى، ولذلك هذا جزء من السيناريوهات المتاحة. تلعب الحظوظ ديالك كاملة وتضمن المرور النهائي، وثم تنكب على إن شاء الله على التحضير ديال المباراة من الناحية البدنية خصوصا. هناك 4 أيام أظن أنها كافية إن شاء الله أننا نستشفوا بشكل جيد ونكونوا جاهزين للمباراة النهائية إن شاء الله. Question maintenant. مساء الخير كوتش، عبد الرب السوسي من قناة الحياة الجزائرية. مبروك التأهل للنهائي، مباراة قوية بين المنتخبين. كنا نعلم وكنت تعلم أنه منتخب قوي جدا، منتخب مالي لم يتقبل أي هدف ولديه قوة بدنية كبيرة لدى لاعبيه. هل نستطيع القول أن مباراة اليوم تشبه كثيرا مباراة منتخب نيجيريا اللي لعبها المنتخب المغربي بذكاء كبير، والمدرب سعيد شيبة نقول اليوم أنه مدرب براغماتي ويلعب بالواقعية أكثر أمام المنتخبات الكبيرة، يلعب بواقعية أي يلعب بدفاع متكتل للوراء ويستغل الفرص، وإن لم تكن هناك فرص فيتكتل ويبحث عن الفوز فقط. شكرا. أكيد أنه جزء من العمل ديالنا أننا نقدموا حلول للاعبين، ومن بين الحلول أنك تلعب على الإمكانيات ديالك، ولما تكون الفوارق الفردية على المستوى البدني والمهاري كبيرة فالحلول لازم تكون جماعية. احنا حاولنا أننا نحلوا المشاكل على أرضية الملعب بطريقة جماعية، أن البلوك ديالنا يكون متقارب طيلة أشواط المباراة، أن اللاعبين ما يكونوش معزولين في الآن كونتر آن مع اللاعب الخصم، فدائما كانت هناك تغطية، كانت هناك يعني إغلاق للمساحات، تضييق المساحات أيضا على اللاعبين الماليين، وربما أننا تمكنا على فترات أننا نوقفوا رغم أن الخطورة ديالهم كانت حاضرة، لكن يعني النهاية ديال المباراة كانت مفرحة رغم أنها ماشي مضمونة، ولكن الحمد لله لما تخرج الأمور بهذه الطريقة تأكد عند اللاعبين أيضا بعض لي فالور، بعض المبادئ اللي رسخناها عندهم، أنها لما تجيب نتيجة تعطينا أيضا احنا مصداقية فيما تبقى إن شاء الله من تكوينهم إن شاء الله. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour cette conférence de presse d'après-match 24 de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans, mais ici, sur ce site du stade Shahid Hamlaoui de Constantine. Et cette conférence de presse également est la dernière sur ce site, mais le tournoi continue. Je voulais juste vous remercier, الناس ديال قسطنطين، pour حسن المعاملة. نتمنى ما يكونوش يعني اغريسيف ولا شي حاجة معاكم. دونك ابيانتو ان شاء الله، الى اللقاء ان شاء الله.